هلا والله يا حبايبي. مرة وحشتوني. اليوم قصتي صعبة ومربكة، بس لازم أشاركها معاكم. يمكن أحد يساعدني، أو يمكن صوتي يوصل للي يقدر يغير شيء. أنا اسمي خلود، عمري 27 سنة، متزوجة وعندي ولد وبنت، ساكنة في القاهرة قريبة من بيت أهلي. بس للأسف المشاغل أخدة وقتنا ومنظور بعض كتير. ماما دوم تشتكي إني ما أجي عندهم كتير، وتتواصل معي بالتليفون كل يوم، وصوتها دوم في نبرة حزن. وأكتر شي يوجعني لما تقولي انتي مو بنتي ولا وش، نسيتيني كده ليه؟ احنا نحاول نروح بالمناسبات أو بالأوقات اللي نقدر نرتبها، خصوصا إن بابا وماما كبار بالسن بسبعيناتهم، والحمد لله صحتهم لسه كويسة نسبيا. بس مؤخرا بابا بدأ يعاني من مشاكل بالتركيز والنسيان، وأشياء تخليه مو مثل قبل. ومرة قررت أزورهم وأبات عندهم أنا وعيالي. ماما أصرت إني أجلس اليوم كله ونبات بعده علشان ترجع ريحة اللمة القديمة، وأنا وافقت. وكان الجو عادي جدا، ضحك وأكل وسواليف، وبعدين كل واحد راح ينام بغرفته. أنا نمت بغرفة الضيوف وفيها سرير واحد. بنتي نامت مع مرت أخويا لأنها تحبها مرة. وفي نص الليل صحيت على صوت حركة غريبة، كأن أحد يتمشى جوه الغرفة وأنا نايمة لحالي. توترت وقلبي بدأ يدق بسرعة. فتحت عيني على نور الجوال، ولقيت بابا واقف يطالع حوالين الغرفة كأنه بيدور على شيء. سألته بهدوء: بابا وش فيه؟ قال لي مرتبك. لا لا ولا شيء، كنت أدور على نضارتي. وطلع من الغرفة. قلت يمكن نسي فعلا مكانها وما أخدت الموضوع بجدية، بس جوه قلبي كان في إحساس غريب مو راضي يروح. مرت الليلة ورجعت بيتي بعد كام يوم. بعد شهرين تقريبا قررنا نكرر الزيارة، وبالفعل رحنا وسهرنا وكل شيء كان تمام. بس وأنا نايمة بنفس الغرفة صحيت بنفس الإحساس. كنت حاسة إن في شيء مو طبيعي حوالي. ما قدرت أتحرك، بقيت ثابتة أعمل نفسي نايمة، وقلبي بيطيح من مكانه. ولقيت نفس المشهد يتكرر، خطوات، همسات، لمسة خفيفة على طرف الملاية. الموضوع كان واضح، بس أنا مو قادرة أصدق. ساعتها قلبي انقبض والدموع نزلت وأنا ساكتة، مو قادرة استوعب، مو عارفة أفسر. هل هو فعلا مو بوعيه؟ هل هي أعراض كبر السن؟ ولا في شيء أعمق وأخطر؟ الصبح صحيت وأنا مخنوقة، وكلمت أختي. ما توقعت ردها. قالت لي بهدوء وصوتها مكسور: اللي صار معاك صار معي أنا بعد. حسيت الدنيا لفت، كأني تحت من السما. يعني مو مرة ولا صدفة ولا خيال، هذا شيء صار يتكرر، وشنا ساكتين خايفين ما نعرف وش نسوي. أختي قالت لي بلاش نقول لماما، صحتها ما تتحمل، وانتي تعرفين إنها ممكن تنهار. أنا عقلي كان يرف وقلبي يتقطع. طلعت في بنتي وخفت بشكل ما ينوصف. أنا وبنتي ننام بنفس البيت مع شخص ممكن يكون مو طبيعي، أو محتاج علاج، أو محتاج أحد يتدخل فوراً. بس كيف أواجه؟ كيف أتكلم؟ وكيف أحمي نفسي وبنتي من غير ما تدمر أمي؟ أنا مو جاية أتهم ولا جرح ولا أفضح، أنا جاية أصرخ، أقول يا جماعة لازم نعرف نتصرف بهالمواقف. هل طبيعي إن كبار السن يتصرفون غريب بسبب العمر؟ ولا في تصرفات لازم نوقف عندها ونطلب مساعدة؟ هل ممكن يكون محتاج تدخل طبي أو نفسي؟ ولا احنا قاعدين نبرر أشياء ما تنبرر؟ أنا تعبت، صرت حتى خاف أنام ببيت أهلي. وأكتر شي يرعبني إني ما أعرف إذا صار هالشي مع أحد ثاني من العيلة أو لا. ولو صار، هل سكتمت هي؟ أنا محتاجة أحد يفهمني، يوجهني، يقولي وش أسوي. مو قادرة أشيل هالشي لحالي. ولو أحد مر بتجربة مشابهة يليت يشاركنا رأيه بالتعليقات، يمكن نوصل لحل يحمي كل بنت وكل امرأة وكل بيت. وهيدي كانت قصتي، وإذا عجبكم أو حسيتوا إنها مهمة لا تنسون تسوون لايك للفيديو وتشتركون بالقناة وتشاركون القصة، يمكن توصل للي يحتاج يسمعها الحين. دمتم في أمان الله.